ما تقدر تقضي وقتك كله في المنتج، لان لا تنسى انت عندك صلاة، انت عندك وقت مع الاهل، انت تبي تتحرك، تبي ترفه عن نفسك. هذه نقطة مهمة بالنسبة سواء كان اللي يبث او يصنع محتوى. لا تحط كل وقتك في البثوث او المنتجة، لانه راح تنحرق، طاقتك راح تنحرق. بتوصل بعدين لمرحلة انت تعبان، مالك خلق حتى تاكل، تعبان مالك خلق تتكلم حتى الاهل، مالك خلق انك تطلع مع اي احد، مالك خلق تسوي شيء، بس تبي تخلص من هذا وتروح تنام تعبان، مخك انحرق من كثر ما فكر. انت تعبان من كثر ما انت تبث. لا يا حبيبي، رتب نفسك. ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات، اللي تشوفه مناسب، بس لا تفرم. هذا اللي يعطيك ماراثون، يحرق 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 ساعات كل يوم، ها، مرة بيوصل نقطة بيوقف. تعب. مو ماكينة، انت انسان. لازم تعطي نفسك وقت ترتاح، تغذي نفسك، تقعد ويا الاهل، تسولف معاهم، تطلع وياهم، تغير جو، تفصل نفسك عن المحتوى وتفصل نفسك عن هذا. صح انه وناسة، تصنع محتوى العاب وتتابع انميات وتستانس وتسولف ويا الناس، لكن بتوصل مرحلة بتحس انه شغل متعب. زين، فعط نفسك كم من ساعة تحط مجهودك فيه، على اساس ايش؟ افتقد هالاشياء شوي، افتقد البث، افتقد صناعة المحتوى. لما افتقدها بحس اني جاي بكره، جاي عندي طاقة، يلا يلا متى ببث، يلا متى ما بنتج، ابي ارجع، ابي انتج. زين. لكن يوم انك تفرم 10 ساعات 15 ساعة باليوم، باقي يومك نوم، بكره بترجع للدوام مرة ثانية. انت رسميا انت قاعد تشتغل اكثر من الموظف اللي يشتغل في وزارة، الموظف اللي يمكن حتى اكثر من عامل النظافة اللي في الشارع، الزبالة ما تخلص. قاعد تفرم اكثر منه يمكن. انت رسميا حولت الالعاب وحولت صناعه المحتوى الى شغل. انت ما عاد تستمتع بالبروسيس هذا. اهدى، تعوذنا الشيطان، استهدي بالله. احنا نبيك تستمر، ما نبيك تنفرم. نبي نشوفك على مده زمنيه طويله، نبيك تنجح. بس خف الدعسه، خف الدعسه شوي. زين، واهدى.